السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم طيبين. احنا يعتبر دلوقتي في اخر زراعة في اخر ايام من زراعة التين من العقل. يعتبر احنا خلاص في اخر الايام، وبعد كده بعد ما يخلص شهر 2 اللي احنا فيه ده، طبعا مش هتقدر تزرع اي شتلات ولا يبقى عندك اي شتلة خالص. مش هينفع تزرع غير في الشهر اللي احنا فيه ده، من اول شهر 2 لاخر شهر 2. معاك شهر بطوله تقدر تزرع فيه الشتلات، ويبقى عندك الاف الشتلات من التين بدون ما تتكلف اي حاجة وبطريقة سهلة. اهم حاجة انك تصلي على النبي، وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الشرح ازاي تقدر تزرع العقل وبطريقة ناجحة وتنجح معاك 100% للزراعة من العقل. يلا بينا نبدأ الشرح وصلى على النبي. تمام، احنا دلوقتي جايبين معاكم هنا 4 عقل للتين. تمام، هو انا دلوقتي همسك دول كده واروح زرعهم هنا زي ما هما. هل هيطلعوا ولا مش هيطلعوا؟ هوريكم انا الطريقة دلوقتي. انت عندك بالشكل اللي انت شايفه ده، عندك طريقة واحدة هنا. اوضح لكم اكتر. بالشكل اللي انت شايفه ده، هنا تبدأ تخدر وهنا تبدأ تخدر. عندك العيون دول هيخدروا، انما لو جبت عقلة فاضية ما فيهاش عيون مش هتخدر. زي كده مثلا العيون بتاعتها بعيدة. شوف فيها كم عين، 1 2 3 4 5 6 بالشكل اللي انت شايفه ده. شوف دي فيها قد ايه، فيها آلاف العيون من اللي يصير منها النمو ويصير منها التخدير. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آلاف عندك العيون فيها تقدر تزرع. تمام، ودلوقتي هنعرفكم ازاي نزرع في التربة وتحتني بيها كل قد ايه وتطلع معاك مسافة قد ايه. دلوقتي احنا معانا العقل هنا. تمام، نبدأ نحطهم جنب بعض عشان بعد كده بعد ما يصير منهم التخدير ان شاء الله تقدر تقلع منهم الشتلات دي وتزرع في حتة انت عاوزها. طبعا زي ما انتم شايفين الجو ريح، احنا دلوقتي في مشير اللي هو بيصير فيه التخدير اي شتلة انت عاوزها بالشكل اللي انت شايفه. وهنا الطريقة اللي انت شايفها دي بعد ما زرعتها. تمام، هتسيبها كده؟ لا طبعا، هتبدأ تجيب عليها، صلى على النبي، تبدأ تجيب عليها رمل. تحط رمل بس ما تكترش، رمل مع طين بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا ايه ما تكترش عليها عشان نمو التخدير يكون اسرع بالشكل اللي انت شايفه ده كده. تمام، و100%. صلى على النبي. وهنا بعد ما غطيناهم كويس و100%. تمام، صلى على النبي. نبدأ ان احنا ايه نرويهم بشكل يومي لمدة 5 ايام على الاقل عشان نمو التخدير يكون اسرع بالشكل اللي انت شايفه. بشكل يومي بنفس الطريقة دي تبدأ تعمل الحركة دي، تبدأ تسقيها بشكل يومي. صلى على النبي. ويصير معاك النمو والتخدير بعد اسبوع بالكتير. بعد اسبوع هتلاقي الفرق بدأ يفرق معاك في التين ويطلع معاك الشتلة 100%. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.